السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. نيافة الأنبا بطرس يوجه رسالة بمناسبة عيد القديس يوحنس. وضع جيد للمزارع في بارونتو. بكين تشير إلى أن واشنطن أكبر خطر للسلام في بحر الصين. فيضانات تقتل 13 على الأقل في بوركينا فاسو. والوفيات العالمية بفيروس كورونا تصل 900,000 مع تزايد عدد الحالات في الهند. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 10 من سبتمبر في مراكز العزل بمناطق أديبرة وعلي قدر والقرقف ومكوتي بإقليم القشبركة ومنطقتي بيلول وقيبدو بإقليم جنوب البحر الأحمر إصابة 20 مواطنا بفيروس كورونا المستجد. وكان 5 من بين المصابين في مركز العزل بمنطقة أديبرة و2 في مركز العزل بمنطقة القرقف و1 في علي قدر و1 في مكوتي و6 في بيلول و5 في قيبدو. وقدم جميع المصابين خلال الأسابيع الماضية من السودان وإثيوبيا واليمن بطريقة غير نظامية. من جهة أخرى تم شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات إقليم القشبركة وسرحوا إلى منازلهم. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 361 إصابة، شفي منها 304 إصابة، ولا يزال 57 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 10 من سبتمبر 2020. وجه راعي كرسي بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا بطرس رسالة بمناسبة عيد القديس يوحنس. وهنأ نيافة الأنبا بطرس الشعب الإريتري عامة والمسيحيين خاصة، وكذلك المرضى والمهنيين الصحيين الباذلين الجهد وأعضاء قوات الدفاع الحامين للوطن بالانتقال من سنة يوحنس إلى سنة ماتيوس. وقال في الوقت الذي يواجه فيه العالم اختبار وتحدي كبير من جراء وباء فيروس كورونا، فإن بلدنا يعتبر من الدول القليلة التي لم تشهد وفيات جراء الكورونا نتيجة التصدي القوي للشعب والحكومة، وذلك أمر يدعو للحمد. وأضاف الأنبا بطرس: علينا تقديم الشكر الجزير للجهات التي تتولى مهمة السيطرة على أسراب الجراد الذي ظهر منذ نهاية أغسطس بتضافر جهود وزارة الزراعة والشعب وقوات الدفاع قبل إحداثه الأضرار. وأهاب راعي كرسي بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا بطرس للتعاون والتكافل ومساعدة المحتاج باعتبارها قيام الدين والوطن والعادات وشيم مجتمعنا ووحدتنا، موصيا الإريتريين في الداخل والخارج لإعانة المحتاج ومساعدة المسنين والأيتام، متمنيا لتكون سنة سلام واستقرار وسكينة، وأن يبارك الرب إريتريا ويعمها السلام. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية بارونتو أن المزارع في المديرية تنمو جيدا لهطول الأمطار منذ نهاية شهر يوليو. وأوضح مسؤول المكتب السيد مبراهتوم قبرهوتا حراثة جميع الأراضي الصالحة للزراعة في المديرية هذه السنة بالذرة والدخن والسمسم والبقوليات، وقد بلغت مرحلة الإثمار. وأكد تسجيل هطول الأمطار بمعدل 670 ملم في نقطة داسيه و410 ملم في نقطة بارونتو، مؤكدا عدم ظهور آفات زراعية في المديرية. أكمل 80% من بناء خزان مهداف في مديرية أفعبت، والذي تشيده إدارة إقليم شمال البحر الأحمر بتكلفة أكثر من 3 ملايين نغفة. وأوضح عضو مكتب وزارة الزراعة المشرف على أعمال البناء المهندس كفلاي رزاني أن الخزان يهدف لحل مشكلة المياه للإنسان والحيوان والدفع بالأنشطة الزراعية وتوسعتها. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب لوكالة إرنا أن مياه منطقة مهداف مالحة ويرتحل السكان بعيدا للحصول على مياه عذبة، وسيعمل الخزان لحل هذه المشكلة. ويقطن ضاحية مهداف حوالي 4000 نسمة.
تقدم المؤسسات الصحية المشيدة في منطقة أفامبو بمديرية وسط دنكاليا أقليم جنوب البحر الأحمر خدمات صحية ناجعة أسهمت في ضمان صحة وحياة السكان اليومية حسب ما أفاد به السكان. وأشار السكان إلى أن الحصول على الخدمات الصحية عن قرب مهم في تقليل الضغوطات على كاهل السكان، وإلى جانب الخدمات الصحية التي يحصلون عليها بالذهاب إلى المؤسسات الصحية، يقوم الخبراء الصحيون بعقد سيمينارات صحية ومتابعة جادة بالتجول إلى مناطقهم، مما يلعب دورا كبيرا في رفع معارفهم وفهمهم. وكانوا يعانون من السابق من مشاكل في خدمات الولادة قبل أن تجد الحل الدائم في الوقت الحاضر، ولا زالوا يعملون بجدية لمحاربة العادات الضارة. وتقدم عيادة أفامبو الخدمات الصحية ل15 منطقة في ضواحي أفامبو ومابرا وأفامبو، حيث تتمثل في خدمات الولادة والرعاية قبل وبعد الولادة ومتابعة نمو الأطفال والتطعيم والفحوصات المخبرية والإرشاد والنصح. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. اتهمت بكين واشنطن بتهديد السلام في بحر الصين الجنوبي، واعتبرتها بأنها تشكل أكبر خطر للسلام في المنطقة. وقالت الصين أن الولايات المتحدة تشكل أكبر خطر للسلام في بحر الصين، تلك المنطقة الشاسعة المتنازع عليها والتي تطالب بكين بالقسم الأكبر منها، وتشكل موضوع خلاف متزايد مع واشنطن. فخلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، اتهم وزير الخارجية الصيني وانغ بي الولايات المتحدة بخلق توترات والاستفادة منها. وأكد وانغ أن الولايات المتحدة تتجه لتصبح أكبر محرك للعسكرة في بحر الصين وفقا لما ذكرته رويترز. وتأتي هذه التصريحات في إطار التوتر الثنائي الشديد بين بكين وواشنطن حول عدة مواضيع، وهي هونغ كونغ وحقوق الإنسان والتنافس التكنولوجي والتجسس والتجارة. وتطالب الحكومة الصينية لاعتبارات تاريخية كما تقول بكل الجزر الصغيرة تقريبا في هذه المنطقة البحرية في مواجهة دول أخرى مثل ماليزيا وفيتنام والفلبين والبروناي وتايوان. قالت الحكومة في بوركينا فاسو أن الفيضانات تسببت في مقتل 13 على الأقل وإصابة 19 بعد أيام من هطول أمطار غزيرة على أنحاء البلاد بما يشمل العاصمة. وقال عبد الكريم سانجو المسؤول بالحكومة أن وزارة المالية ستخصص أكثر من 9 ملايين دولار لمساعدة المتضررين. وأضاف المسؤول لوكالة رويترز للأنباء أن هطول الأمطار تسبب في كثير من الخسائر، وأشار إلى أن الكثيرين فقدوا منازلهم دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. تجاوز عدد الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا 900 ألف، فيما بلغت حالات الإصابة في العالم 27,700,000 حسب إحصاء لرويترز. ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا، حيث تجاوزت الوفيات 190 ألفا وحالات الإصابة 6,300,000. وتأتي البرازيل في الترتيب الثاني إذ بلغت الوفيات 127 ألف، تليها الهند بوفيات يقترب عددها من 74 ألفا. ومع انتقال بؤرة الوباء إلى الهند لا توجد أي علامة تشير إلى بلوغ الذروة في ثاني كبريات دول العالم من حيث عدد السكان. ولا يزال بالأمريكيتين أكثر من نصف عدد الوفيات في أنحاء العالم بسبب أعداد الوفيات المرتفعة في المكسيك والبيرو وكولومبيا وتشيلي والإكوادور. ويتوفى أكثر من 5600 شخص يوميا في المتوسط بمرض كوفيد-19 وفقا لحسابات لرويترز استنادا إلى بيانات الأسبوعين الماضيين. ومعدل الوفيات الثابت إذ زاد العدد من 800 ألف إلى 900 ألف خلال 18 يوما. وكانت إسبانيا أول دولة في غرب أوروبا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بها الآن 552 ألفا.
قالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية أن سلسلة من حرائق الغابات غير المسبوقة دمرت بالكامل 5 بلدات صغيرة، ومن المحتمل أنها خلفت عددا كبيرا من الوفيات مع ورود تقارير أولية عن خسائر بشرية. وتأكد وفاة 3 أشخاص في شمال ولاية كاليفورنيا على بعد مئات الكيلومترات بسبب حريق مستعر نجم عن البرق تجدد بشدة بعدما حقق رجال الإطفاء تقدما كبيرا في احتوائه. وبينما استمر أكثر من 20 حريقا كبيرا في إشاعة الفوضى عبر مساحات كبيرة في كاليفورنيا، تحملت ولاية أوريجون المجاورة وطأة حرائق الغابات الأحدث التي اجتاحت معظم الغرب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، وأرسلت رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة ألسنة اللهب لعشرات الأميال خلال ساعات لتحاصر مئات البيوت، فيما كافح رجال الإطفاء 35 حريقا كبيرا على الأقل في ولاية أوريجون. وفي كاليفورنيا قال مسؤولون أنه يجري إجلاء نحو 64 ألف شخص، فيما كافحت أطقم الإطفاء 28 حريقا كبيرا بمناطق في أكبر الولايات الأمريكية سكانا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.